تحياتي. معنا الآن 5 جنيه مصرية. البنك الأهلي المصري تحمل صورة الملك فاروق الأول. أتعهد بأن أدفع لحامل هذا السند مبلغ 5 جنيهات مصرية. القاهرة في 22 مايو 46. زي ما احنا شايفين أصدرت مقتضى المرسوم العالي المؤرخ في 25 يونيو 1895 عن البنك الأهلي المصري، وتوقيع. طبعا هنا على شايفين احنا صورة على الطرف ده صورة الملك فاروق، والناحية التانية صورة قصر جامع محمد علي، وده طبعا بناه جد الملك فاروق وهو محمد علي باشا. ورقة جميلة من تصميم مكتب إنجليزي وتم طباعتها في إنجلترا. ما كانش في مطبعة نقود في مصر، دي كانت بتتبع في إنجلترا وبتتصمم في إنجلترا. في دول كتير كانت كده، حتى الآن في دول كده. الوجه الآخر للعملة زي ما احنا شايفين هو يحمل صورة الإله سرابيس، ده صورة إله النيل عند اليونانيين. ورقة جميلة جدا زي ما احنا شايفين اهوت. هو عموما سعر الورقة دي 500 جنيه مصري، طبعا حسب الحالة بتاعتها، لكن هي بسعرها 500 جنيه مصري. طبعا لو هي حالتها أقل سعرها بيقل. أتمنى إن حضراتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك أو ديسلايك على الفيديو حسب إذا أعجبك أم لم يعجبك. ده الوجه الأول للعملة زي ما احنا شايفين اهو. الوجه الآخر للعملة. أتمنى لكم كل خير. تحياتي.